السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسماء نحراوي. النهاردة إن شاء الله هعمل حاجة كده. يعني ممكن تشتريها من برا صينية كده ب1000 جنيه، على حسب يعني بقى ايه القطع الحاجات اللي فيها يعني. بس أنا هعملها هتكلفني حوالي يا ستي 400 جنيه، هاكل 500 جنيه كده يعني. المهم يعني إن الحاجات دي هقولك هتعملها ازاي. كان عندي قبل كده لحمة. طبعا اللحمة دلوقتي غلت يعني بشيل ايه. كنت جايبة لحمة قبل كده، شلت قطعتين يعني اللي انت شايفاهم دول في الفريزر. وقبل كده كان عندي فرخة شلت منها مثلا برضو قطعتين او كده حسب يعني. المهم الصينية اللي انت هتشوفيها في الاخر ان شاء الله دي، انا يعني كانت حاجات عندي في الفريزر محوشها لها يعني، لان طبعا في الوقت ده كده الحاجة كلها غالية. ان انا عشان اجيب الحاجات دي يعني وقت كده واعملها هتبقى مكلفة بالنسبة لي جدا. انتي براحتك عايزة بقى تجيبي يعني ايه، عايزة تعمليها وهي مش هتكلفك برضو كتير زي ما هتشتريها من بره، وكمان دي نضيفة. بصي بقى ندخل الموضوع يعني. بصي انا هعمل، بصي ده معايا فريك. بتنقيه كده بيبقى فيه يعني حاجات سمرة كده، بتنقيه وتغسليه، تفركيه بايديكي كده وتغسليه، بينزل مية كده لونها غامق. بتفضلي بقى تغسليه كده وهنسلقه، نديله غلوتين بس كده. بصي بقى المية بتاعته. بصي انا هعمل ان شاء الله صينية مندي ان شاء الله. عارفة انا عايزة اقولك اقسم بالله كانت تحفة طعمها وشكله وكل حاجة. كفاية بس حاجة انت عاملاها بايدك يعني، يعني احلى كتير من بره. إيه، طبعا بره بتبقى حلوة برضو وكل حاجة، لان ده رزقهم. بس انا قصدي يعني الحاجة ما بتعمليها انت في بيتك وبتبقى بره غالية، بتبقي فرحانة جدا. إيه بصي انا جبت هنا بقى ايه، زي ما قلت لك انا كان عندي كام قطعة لحمة كده، يعني قولي مثلا زي ربع، كنت شايلاه في الفريزر. وكان عندي الفراخ شايلاه في الفريزر. الحمام بس اللي كنت جايباه جاهز، يعني جايباه على طول. جبت برضو حمامتين. إيه، ليه مش مكترة في الحاجة؟ لان انا ما كانش افراد كتير، وفي نفس الوقت الصينية شاملة كذا صنف، فمش هكتر بقى يعني ايه العدد يعني الحاجات وكده، لان هي ما شاء الله كانت كفت وزيادة. إيه بصي هعمل هنا بصلاية بس كده، وعليها شوية فلفل، هدعك بيهم الحمام. بس ايه بعد انا الحمام ده طبعا مغسول وكان منقوع ومش شال في الفريزر. إيه بس انا ايه هديله شطفة اخيرة كده. بركن البصل على جنب. بصي الحمام غالي، وبصي صغير يعني صغيرين جدا، وغالي برضو. كانوا الاتنين دول كانوا عاملين، الفيديو دوت متصور بقاله زي شهر كده، كانوا عاملين حوالي 150. اه 150. وبصي صغيرين ازاي. مش عارفه بقى هو الراجل غش ولا ايه. وكمان ما فتحهمش يا فتحة حشو. وحتى وانا يعني وانا ايه عشان كنت مستعجله بقى، وانا بخلع كده يعني، وانا بفرغ كده الجلد من اللحم ذات نفسه، في حته اتقطعت بس عادي يعني هتتداوى. بصي بتحطي بس صبعك كده عشان ايه الجلد يسيب من اللحم ذات نفسه، عشان تعرفي تحشي. بس انتي بقى لو بتفهمي في الحمام، عشان حاسه ان هو يعني ضحك عليا يعني. إيه، هاتيه ما شاء الله كبير شويه يعني. بصي بقى قعدت اعمل كده، افرغه بس ايه عشان الجلد ده انت بتحشي ما بين الجلد وما بين اللحم ذات نفسه.
بس بقعد احط بقى صبعي كده. بصي هي مش مفتوحة فتحة حشو، يعني الحتة المدورة اللي تحت دي انا بقى شلتها في الاخر اصلا، لما كده كده اصلا هو مش ببقى حباها يعني في الحمام، فلا دام هو مش فاتحة الفتحة دي فانا شلتها صراحة. هو طبعا كان مغسول، بس انا كنت نسيت ان انا افتحه، كان مغسول ومنقوع فما منقعتوش تاني. بصي دي بصلايه بقى بحبه فلفل كده، بتبل الحمام بيها من جوه ومن بره، يعني بدعكه كده بيها كده. صغير جدا الحمام، هو شكله اتضحك علينا. بس يلا بألف هنا وشفا اهو اتاكل. بغسل بقى اي حاجه برضو مش محتاجاها تاني، لانك عارفه في الصينيه يعني اللي انا الحاجات اللي انا هعملها دلوقتي عامله كذا صنف، لو هتسيبي بقى كل حاجه انت استخدمتيها هتكوني عايزه حد يساعدك في المواعين بعديها. بصي انا ده غليته غلوتين وبشطفه بقى كده، اللي هو الفريك الاخضر اللي هو بيتحشى بيه ده. إيه بغسل بقى الحله اي حاجه كده لان انا هستخدمها تاني. لما تيجي تعملي حاجه يعني هتاخد منك، يعني تعملي كذا صنف، ابدأي حاجه حاجه، يعني فاهمه اللي هو الحاجات اللي هتاخد منك ايه كذا مرحله. إيه يعني مثلا ابدأي بالحاجات اللي مثلا زي اللحمه كده، حطيتيها على النار يا دوبك اللهم صل على النبي. إيه شوحتها كده ببصلة وفلفل والسبع بهارات، وبعد كده بحط عليها خلاص المية، فخلاص كده بالنسبة لي اللحمة خلصت. فابدأي بالحاجات اللي هي مش هتاخد منك وقت عشان تبقي خلصتي منها. فانا هنا عملت بقى اللحمة، وبعد كده دخلت في الحمام، قلت برضه عشان احشيه واحطه على النار يستوي براحته. إيه هنا بقى عملت بصلايه كده، إيه هشوح فيها الفريك، طبعا الفريك طيب نص طياب كده، هشوح فيها الفريك بقى بشوية فلفل عشان هو بيحب الفريك بيحب الفلفل يعني، فكتري الفلفل شوية. بصي بصفر كده البصلاية. حطيت عليها شوية فلفل. ايه هاخد بقى الكبدة بتاعتها والأنثى كده هشوحهم مع البصلة. هو برضو سهل، مش يعني ايه، مش بيحتاج مجهود ولا اي حاجة يعني، ان شاء الله هي الصينية كلها هتبقى سهلة. هي بس ايه ان انتي بتعملي كذا حاجة في وقت واحد، هو ده المجهود شوية، يعني بتعملي حاجة وتخلصيها وتدخلي في حاجة تانية كده، لكن هي كلها سهلة ما فيهاش اي حاجة. ايه بعد البصلة بقى ما اصفرت كده حطيت عليها الفريك. ايه هحط بقى فلفل تاني، اللي هو الفريك ما شاء الله كل ما يعني الفلفل بيخلي طعمه جميل ما شاء الله يعني. عشان كمان اي فريك بيبقى بتسويه انت لوحده وبيتاكل عادي. إيه انا ما سرعتش اول فيديو عشان خاطر تبقي عارفه انا حطيت ايه بالظبط. هي بس بتبقى قلبتين تلاتة كده وخلاص بتطفي عليه، لان احنا يا دوبك بنشوحه بس.
بصي بقى هو كده خلاص. حطي حبه ملح وبصوت. هو الملح يبان ان هو كتير، بس لا، هو ما شاء الله لا، ما كانش حادق ولا اي حاجه، كان مظبوط. بصي بتاخدي حبه بحبه كده، بتطلعي الكبده والقنص عشان خاطر تسدي بيهم الفتحه بتاعتها. بتاخدي حبه حبه في الطبق عشان خاطر ما تزفريش الباقي يعني. طبعا المفروض انت بتسيبيه يبرد، بس انا كنت مستعجله، كنت عايزه اخلصها على طول، فما سبتوش يبرد. المفروض تسيبيه يبرد خالص. بس هو انا عملته كده ما جربلوش حاجه، لان كده 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 يعني بعد ما بتخلصي حشو بتحطيه في ميه مغليه يعني الشوربه بتاعته، فده عادي. بس انا قصدي عشان ايديكي يعني وكده بتسيبيه ان هو يبرد شويه. بصي بتحشي بقى القلب بتاعه كده، وبعد كده بتحطي حبه في الجلد. مش بتكبسيه قوي عشان خاطر يعني ما يخرجش بره كتير، متهدريش منه يعني. انت يا دوبك انت حسب بقى ما بتشوفي الحمامه واخده قد ايه. والحته في التانية بقى الجلد بتاعها اتقطع مني كده. هو الاستعجال وحش يعني، عشان انا كنت مستعجله فاتقطعت مني وانا بسلكه كده من اللحم. بس عادي يعني، كان شكلها حلو وحشيتها برضو، واتاكلت بألف هنا وشفا. بس شكل الصينيه في الاخر كان ما شاء الله، و... وكان طعم كل حاجه ما شاء الله، كان جميل. بصي هنا سديت الفتحه بتاعتها كده بالكبده والقنصه. خلاص خلصت دي كده، وهعمل التانية. بتحطي في الرقبه كمان. في ناس بتقفله بخيط. يا حمو، في ناس بتقفله بخيط من تحت ومن فوق. بس انا يعني عملت جبت خلة سنان كده، وزي ما هتشوفي كده. برضو كانت حلوة، وما يعني ما خرجتش منه فريك والكلام ده، لا كان حلو. الحبة دول بقى بصي اللي كانوا فاضلين عندي كده حبة الفريك دول. بصي بعمل يعني نفس الحلة اللي عملت فيها الفريك، بشطفها شطفة كده يعني، اغسلها اي حاجة كده، وبروح احطها على النار، اعمل فيها شوربة يعني انا مش ببهدل حاجات كتير. يعني بصي انت شفتيني مثلا عملت اللحمة علقت عليها، وعملت الفريك وخلصت الحمام اهو، والحوض فاضي ما شاء الله. فدايما بتحسي ان انت يعني هتحبي الحاجة اللي انت بتعمليها. ليه؟ لانك مش هتتعبي فيها كتير، غير اما تكركبي الدنيا حواليكي، وبعد كده تخلصي الاكل، وبعد كده تخشي تنضفي المطبخ. لا بصي الحته اللي اتقطعت اللي انا بقولك عليها اهي سايد، يعني حطيت فيها خلة سنان كده، ومحدش غريب يعني هياكل منها بس انت يعني لما تيجي تعمليها خلي بالك. بصي حطيت الميه تغلي، وبعد كده نزلت بالحمامتين. برضو باخد بالي، مش بسيبهم كتير يعني، كل مدة كده بشوفهم طابت ولا ايه. هو ما شاء الله ما خدش تياب، هم اصلا رفيعين كده مسلوعين يعني، فما خدش تياب ولا حاجه. عرفتوا ليه بقى انا بصور عند الحوض؟ عشان كده. كده فاضل ان شاء الله، فاضل هعمل بقى الفراخ. برضو مش هتاخد اي حاجه يعني. بصي هي الاكله ما فيهاش افتكاسه قوي يعني، بس عايزه اقول لك المنظر النهائي هيعجبك جدا ان شاء الله. متنسيش بقى لو عجبك اشتركي في القناه لو مش مشتركه، وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك اي فيديو انزله، وقولي لي ايه رايك في التعليقات. بس يا حمد.
اهو بصي بخلص بقى ايه من حاجه حاجه كده. الفراخ بقى برضو كانت في التلاجة يعني منقوعه وكل حاجه. بتديها بقى ايه فتحات كده بالسكينه، بتغزيها يعني كده بالسكينه. إيه والورك وكده. انت وكمياتك يعني عايزه تعملها ما شاء الله صينيه اكبر، بتزودي بقى في كميه الحاجات اللي انا عملتها. بس احنا عشان احنا مش ياما قوي يعني، فقلت كده ما شاء الله هيبقى حلو وما شاء الله يعني. بقول لك كفت وما شاء الله فضل منها يعني. ما تستقليش بالحاجه عشان يعني هما مثلا حبه صغيرين، لا عشان كذا صنف ما شاء الله بتاكل. هنا بقى بصلايه وفلفلايه حسب برضو الكميه اللي انتي عاملاها، وطماطم. وهتحطي برضو البهارات بتاعتك. بس انا مش بكتر بهارات قوي يعني، هو 7 بهارات انا بجيبها من عند العطار كده، هي بقوله 7 بهارات. بيكون بقى فيها ما شاء الله يعني كذا نوع بهارات وكده، فبتبقى حلو. بس اهم وبحط الفلفل، عندي بهارات فراخ. دي بقى بهارات فراخ مشوية. ديت انا عاملاها بقى ايه جوز الطيب على ورق لوري على حبهان ضربان في الخلاط، على 7 بهارات برضو يعني. حبة كده انا عاملاهم، بحط يا دوبك نطرة بسيطة عشان الورق لوري ما يسيبش طعم جامد يعني. ونص ليمونة. هضربهم في الخلاط كويس. بتحطي بقى حتة توم صغيرة برضو. وممكن لو انت حسيتي ان هو مش بيتضرب حلو تحطي حبة مية عادي يعني. بتحطي بقى كركم. كركم او كير يعني عادي. المهم حاجة تديها ايه لون كده. بصي هو اللي كان فاضل في التلاجة هو كان ورك وصدر. كانت مامتي ربنا يديها الصحة كانت مديانا فرخة، فكنت عاملة بقى ايه على قدنا كده وشلت الحتتين دول. فانتي تعرفي تعملي حاجة مكلفة من مفيش. بتحطي بقى التتبيلة عليها كده، وانت المفروض بتسيبيها نص ساعة ولا حاجة او ساعة او بتبيتيها براحتك. بس زي ما قلت لك انا كنت مستعجلة بقى فطلعت كل حاجة عملتها. بس ما شاء الله كان طعمها جميل. تدعكيها كده. بصي دي بقى بتديكي طعم الفراخ مشوية تحفة. وانا بطيبها مش بحط على فكرة مية ولا اي حاجة. بوطي بس عليها. بوطي عليها وبسيبها بتغلي كده، وبعد كده بقلبها تاني على الناحية التانية. انا اي صينية فراخ بعملها مش بحط عليها مية، عشان انا عملتها قبل كده ونسيت اقول المعلومة دي. هي بتنزل ميتها وبتسيب منها فيها، فما شاء الله بتدي طعم جميل. انا كده حطيتها على النار وبرده يعني ايه الحاجات بقى اللي اتبهدلت بسببها الحاجات اللي اتبهدلت بسببها برضو بغسلها. هو فيديو تشجيع كده، لان انا عارفه ان يعني المطبخ ده في ناس بيبقى تقيل عليها يعني شغله بقى ومواعينه وبتاع. بس صدقيني لما تلاقي نفسك بتعملي حاجه كويسه ومش بتبهدلي نفسك في المطبخ، يعني هتحبي اصلا انك تدخلي المطبخ وتعملي حاجات. هو الفيديو ده طويل شويه معلش، بس عشان فيه تفاصيل كتير. إيه
بس كده بغسلهم بقى كده واشطفهم عشان زي ما اتعودنا ان يبقى زي ما اتعودنا يبقى الحوض نضيف معانا كده. ما فاضلش الا الرز. اللي هعمله بقى هجيب رز بسمتي. بصي اي ليمونه بقى استخدمتها بعمل الحركه دي يا قبل ما ارميها يعني كأن احنا بقى شعب مصر بيحب اعاده التدوير يعني. فبفركها في ايديا كده عشان برضو اي زفاره اي حاجه. وحلوه ما شاء الله، تشوفي ايديك وخلاص. بس بصي ده رز بسمتي اللي هو لونه ذهبي كده، مش الابيض. حتى شويه ميه يغلوا بشطفهم يعني بغسله بيهم. هو ما نزلش اي حاجه اصلا، هو يعني نزل ميه بيضه كده عادي وبتصفيه وخلاص، ما فيهوش اي حاجه. ده كيلو وما شاء الله بيزيد معاكي يعني بيفرط ما شاء الله. بصي كده بتفضلي بقى تغسليه كده وتنزلي الميه بتاعته بس بميه دافيه. طبعا مش ميه من السخان وكده، لا ما ينفعش. انتي بتسخني ميه وبتغسلي بيها على ميه ساقعه من الحنفيه. عايزه اقولك والله العظيم الرز البسمتي بقى كان بصي طعمه تحفه، زي اللي بيجي مع الفراخ المشويه بالظبط، زي اللي بتاكليه من بره بالظبط. مفيهوش اي تغيير، لا لون ولا طعم ولا اي حاجه. بس اعمليه بنفس الطريقه اللي انت هتشوفيها دي ان شاء الله هيعجبك. وما شاء الله بيفرط يعني الكيلو بيفرط معاكي حبه حلوين هتشوفيهم في الحله. انا مش بعرف اشرح قوي يعني، بس بقول لكم الحاجات اللي انا بعملها يعني عشان تفهموا انا عملت ايه وكان مثلا الحاجه دي ايه اللي ممكن الغلط اللي كنت هعمله فيها او انا ما عملت كنت يعني او انا مثلا عملت حاجه صح او ما عملتهاش كده يعني. فاكيد انتوا فاهميني يعني. بصي هنا بقى بصلايه للرز. هسيبها يعني تحمر كده معايا. البهارات بقى بتاعت الرز البسمتي. بصي بحط كده حبه حته زبده يعني، او لو عندك زيت بس عادي يعني ما تكلفيش نفسك. انا عشان كان عندي حطيت البهارات بقى. حبه ملح. اللهم صل على النبي. قرفه خشب، قرفه خشب دي، كركم وكيري ولومي اللي هو الليمون المجفف. بتشوحي البهارات مع البصله كده بتدي ريحه جميله ما شاء الله. ايه معلش بقى لو حمو عامل لكم ازعاج شويه، كان نايم وصح. بصي عايزه اقول لك الريحه ما شاء الله عليها. بتحطي بقى ورق روي وهتلاقي الرز ما شاء الله الحبايه بحبيتها يعني مش معجن ولا اي حاجه، لاني حطيت الميه بتاعته مظبوطه. دي بقى البهارات برضو اللي حطيتها على كل الاكل، اللي هي حبهان اللي انا ضربها في الخلاط يعني، حبهان وورق روري وجوز الطيب وفلفل. حطي نطره بسيطه بس. بصي الريحه كانت اصلا قبل ما احط الرز كان ما شاء الله عليها.
كان اخر حاجه معايا الرز اللي انا اعمله. إيه كنت خلصت ما شاء الله، هي ما خدتش حاجه. ده بقى بقولك انت ممكن تحطي قرن فلفل، القرن كده لو انت حباه حار يعني. اسكت. وبتيجي تزوديه بميه مغليه، انا الميه دي غليها. كنت حاطه بقى رز يصفى اهو كده، حطيته. ومقدار الميه هتشوفيه، وممكن ازود عليه كمان لان هي ما شاء الله انا حطيت المقدار اللي هو العادي، وبعد كده زودت زي كوبايه ميه تاني. اهو بصي بحط كده اعير كده، ولما لقيته حاسه ان هو هيعوز حبه صغيرين حطيتهم. لما يعوز معاكي احسن من لما يعوز معاكي احسن من هو يعجن يعني. اما تحس ان هو حصد تنفعي تعالجيه، لكن لما يعجن خلاص بقى كده بيبقى. كده كان الحمام. طب خلاص بشوفه بخلة السنان كده من الظهر، عشان الظهر هو اكتر حاجه ناشفه فيه. بصي الرز ما شاء الله. هنا شوحته بقى كده عشان خاطر تشويحه يعني قبل ما تحطي الميه، عشان خاطر يتغلف كله بالزيت ويبقى ما شاء الله مفلفل كده. القرفه بقى والورق ده والحاجات دي ان شاء الله لما بيطيب بتشيليها بقى قبل التقديم يعني. واللحمه هنا كانت برضو طابت، والفراخ اكيد كانت طابت وكانت في الفرن بتاخد وش. اللحمه مش بحط لها الملح بتاعها الا لما الاقيها خلاص طابت او داخله على الطياب. هنا بقى زقيت شويه شوربه كده الفريك، مش كتير برضه عشان هو كده متطيب نص طياب، وبحطه على النار بيبقى طعمه حلو برضه لما يتاكل لوحده كده. شوربه الحمام بقى خلاص كده انا هستغنى عنها يعني مش محتاجاها. هنا بقى اي حاجه انا مش محتاجاها بستغنى عنها خلاص. عملت لسان عصفور. بصي كل كده كل حاجه خلصت خلاص، بقت يعني على النار خلاص خلصت. برضو بفضي الحوض. بصي يعني الحوض ما شاء الله عمال يفضى ويتملى يفضى ويتملى. فتخيلي بقى انك لو انت ما عملتيش فيه حاجه خالص من الاول لحد ما تيجي تخلصي هيبقى منظره عامل ازاي. انا بتكلم في الحته دي كتير لاني حقيقي بتحسي بفرق لو انت عملتي كده، لو مش متعوده يعني انك تغسلي كل حاجه اول باول. إيه حرام تبهدلي نفسك وتاخدي جهد مرتين، مرة في تجهيز الأكل، وكمان مرة في غسيل المواعين، وبعد كده تحطي الأكل وترجعي تغسلي المواعين تاني. فده كله صراحة جهد عليكي. أنا بقى كده بالأكل على البوتاجاز ما يطيب بكون شطبت الحوض. بحب قوي الحاجات الألموني، بحب اما اجي اغسلها عشان بحبها بتلمع كده. بصي بلم بقى اي رفاية اي حاجة مش عايزة دعك يعني، اغسلها واخلص منها زي الحاجات اللي استانلس. وبحب الحاجات البولات والحاجات دي تبقى استانلس
مش بحب البلاستيك. مش بحب اللي هي في دلوقتي حاجة طالعة زي باغة كده، شفاف ما شاء الله، شكله جميل. شيك وعملي برضو في نفس الوقت. بس الاستانلس عملي اكتر، احسن من البلاستيك واي حاجة تانية، لان ما شاء الله ما بيتكسرش. تحس ان هو استخدامه نضيف كده، لونه زي ما هو. إيه، بس طبعا تبعديه عن اي، عشان قبل كده يعني انا كنت عندي فلاش جه على كام، يعني كام حاجة كده استانلس، بوظ لونهم. بس بيروحوا، بس بعد كده بقى كل فين وفين بقى، بعد ايه الاستخدام والغسيل وكده بيروح، بس مش بسهولة. بس برضو بيفضل كمان سايب اثر. هنا عايزة تلمعي بقى هو قليل دلوقتي كمان اللي بيستخدم دلوقتي ألمونيوم، بس انا بحبها، وهي اكتر حاجة صحية في الاكل هي الألمونيوم. عندي ستانلس وعندي التيفال، الستانلس ده ما بستخدموش خالص الا في حاجات قليلة قوي، مش بحبه اصلا. مش بحب الستانلس في الحاجات اللي بحطها على النار، لانه عشان بيتحرق، مع انه ما شاء الله الطقم تقيل، يعني ما تعرفيش تجيبيه دلوقتي، بس انا ما بحبش استخدمه. بصي بقى، بخلص اي حاجه رفيع يعني، مش هتاخد معايا وقت، وبسيب بقى اي حاجه بقى تدعك وكده في الاخر. بالذات يعني بصي دي انا عشان كنت غاليه فيها الميه. الالومنيا وحشه في كده بقى، ان هي بتسمر من جوه، لازم تدعكي فيها ياما. طبعا مطرح غليان الميه الالومنيا بتسود من جوه. دي بقى مش بتك عليها قوي صراحه في ان انا المعها، لان انا اصلا كده كده سايباها في الفرن على طول. يعني لو عملت فطير بعمل فيها، بغطي بيها صينيه الرز. فطبعا لو انا لمعتها قوي هتتبهدل، بس كل شويه هتتبهدل، فانا مش بيشغلني قوي تلميعها، خصوصا ان انا كنت هعمل بعديها فطير فهتتبهدل. طبعا الفطير بيبقى فيه زيت وكده وبتدخل في الفرن فبتتحرق بسهوله. لكن انا لما بدعكها بتنضف برضو. السلك اللي هو الناعم ده ما شاء الله بيلمع المواعين. هو بس عايز استخدام وقتي، ان هو يعني ايه، تستخدمي حته وخلاص كده ايه تستغني عنها، عشان ده بيصدي ويبهدل الدنيا. دي بقى الطاسه بتاعت الزيت. إيه انا برضو هحمر فيها الحاجه، بس انا ايه، عشان خلاص الزيت اللي فيها بحب اغسلها، يعني مش بحط زيت وهي كان مكانها زيت، لا احب اغسلها الاول وتنشف وبعد كده احط تاني. مش بحب الطاسه اللي بتبقى اللي دايما بتبقى بصي هي دي تيفال كده، انا يعني يعني بحب احمر فيها احسن من الالومنيا. الالومنيا بتسمر خالص من تحت، هي دي سمرت برضو بس دي صراحه مش باين فيها. لكن كنت عامله بقى واحده ألمونيا كانت متبهدله خالص، وعشان ادعك فيها بقى بتعوز بقى ان انا اعمل بيها بالسكينه وبتاع، فخليت دي تيفال، بس ايه يعني مهتميه بيها من جوه الحروف وكده، وساعات بقى ايه بحكها من بره كده بالسكينه. لما بلاقي بقى الطبقه بتاعتها يعني بتاعت الزيت اللي بره ديت عملت قوي، بعملها بالسكينه بتطلع برضو بسهوله. بصي بقى الرز هنا، إيه كنت حاسه ان هو يا دوبك عايز شويه صغيرين، زقيته شوربه، الشوربه بتاعه اللحم. خدت منها للسان عصفور، وزقيت الرز منها. ممكن تسقيه بميه دافيه عادي براحتك.
دي بقى الحاجات اللي انا كنت حطاها في الشوربه. شوربه الحمام. بصي البتاع اللي بتحط دي في الحوض دي ما شاء الله. إيه، بتحافظ ان مفيش اي حاجه تنزل في الحوض. بصي الحله دي مهما ادعك فيها تبقى فيها حتت كده سودا كده. هي من يوم ما استخدمتها على كده. معرفش بقى دي من الركنه، عشان يعني كانت في الجهاز، يعني كانت بقالها مده، مش عارفه. مش عارفه ده من ايه، بس انا مهما ادعك فيها تفضل كده بتلمع، بس تفضل برضو الحاجات السمرا دي فيها. بصي انا لما بدعك الالومنيوم بحب ادعكها مرتين، يعني ان انا انزل بقى اي يعني الرغوه بتاعتها في الاول، وبعد كده اشطفها تاني واروح واغسلها بقى. بس طبعا هو دلوقتي الناس خلاص ما بقتش بتستخدم الالومنيوم. إيه، فانتوا مش هيشغلكوا بقى الحاجات دي، يعني مش اي حد بيحب الالومنيوم. هو صراحه بياخد مجهود في دعكه، وده طبعا لازم يعني يدعك، لانه انا ممكن اغسلها مرتين ثلاثه بالليفه بالسلكه اللي هي الاستانلس، هي دي بتنضف بس ما بتلمعش. وبعد كده بقى اما بكون بعمل حاجه وعندي بقى كذا حله وكده، كذا حاجه ألمونيا، بستعمل السلك اللي هو الناعم، عشان ما شاء الله زي ما شايفه كده بيلمع. بس بقى من جوه زي ما قلت لك، مهما ادعك فيها، بس ادعكت فيها قد ايه ما بتطلعش. نغسل بقى الحوض عشان احنا كده خلاص. طبعا هو ليه غسله بقى بسيطه، بس بعد بقى ايه، بعد العشاء بقى. بس انا دي بقى عشان طول النهار طبعا حاجات بعملها، ف لازم تغسليه بقى تخليه نظيف. المساحه دي ما شاء الله جميله، تنشف معاكي الحوض حلو. يعني برضو دي من الحاجات الاساسيه في استخدامك يعني. الحنفيات دي صراحه جابت اخرها معايا، كل شويه عيني اتبهدلت صراحه البتاع اللي بتتكسر كل شويه دي. بصي بقى ما تبقى رخامتك نضيفه، ممكن تحطي فيها الغطا بتاع، يعني بتبقي واثقه بقى ان حاجتك نظيفه، مش يعني مش هتشيل حاجه، الغطا مش هيشيل حاجه وكده. بصي طول ما الحوض بقى بيفضى اول باول، لو حتى عملتي عزومه لكام نفر، مش يعني ان شاء الله مش هتحسي بقى بتعب ولا جهد ولا كده. بصي انا اي حاجه اول باول، يعني خلاص خلصت الشوربه، في ان هي مثلا حطيتها الباقي بتاعها في لسان العصفور، زائد منها الرز، خلاص الحله خلاص مش عايزاها تاني، برضو اغسلها تاني، اخلي بس الحلل المليانه بس. ايه برضو هي زي ما عملت في التانية. بصي حته السلكه بسيطه جدا، بس بتنضف لك صراحه المواعين. بس طبعا خلاص التيفال دلوقتي، يعني لو حد التيفال بقى خلاص دلوقتي راحت عليه، بس يعني عشان انا ما شاء الله يعني من زمان، متجوزه من زمان. إيه
حوالي 13 سنة كده. فكان هو ده الموضة ساعتها بقى، هو ده اللي طلع اصلا احدث حاجة. دلوقتي الجرانيت والحاجات دي احلى واحلى من السيراميك كمان. فما شاء الله، مش الجهد اللي انا عماله يعني ادعك فيه ده يعني مش هتحتاجيه. بس طبعا الالومنيا اساسي في اي جهاز عروسه، هو اساسي الالومنيا. وصراحه اكتر حاجه بتعيش هي الالومنيا. الحاجات التانية برضو، الانواع التانية بتعيش بس ليها استخدام معين. حتى في الغسيل برضو ليها، يعني ايه، ليها يعني بحيث ان انت ايه لازم تاخدي بالك انت متحكيش بقى مثلا بيها بسكينة هي مش بيلزق فيها حاجة برضو. بس يعني تخلي بالك مثلا تقلبي مش بمعلقة عادية، لازم بقى سيليكون او خشب او كده، يعني هتحافظي عليها هتعيش معاكي. إيه، بصي انا بحب دايما ايه، حتى البوتاجاز لو هو انا لسه ما خلصتش مثلا تسوية حاجات عليه، بحب اكمل حاجة وهو نظيف. بالنسبة لان انا طول النهار بقى ما مسحتوش ولا اي حاجة فاتبهدل. إيه، فبنقل بقى الحاجات اللي عليه مثلا وامسحه وكده، وبعد كده ارجع تاني احط الحاجة على النار. بس هنا ما كانش في حاجة فاضلة على النار غير الرز، يعني كان كل حاجة ما شاء الله طاب. معلش هو الفيديو طويل، بس هو عشان فيه يعني تفاصيل كتير. بصي بوطي على الرز شمعة بس خالص، سيبه يطيب براحته. هو البخار اصلا بيطيبه، يعني ما تفضليش طول ما تحسي ان هو مثلا لا ده حصل تزودي في ميه، لا. هو البخار بتاع النار وكده، هو هيخلي الرز يستوي. بس تخلي بالك طبعا لو بتعملي زي كده عشان النار وكده. معلش لو طولت الفيديو عليكم عشان هو بس فيه تفاصيل كتير. بصي الرز ما شاء الله الحبايه بحبايتها، مش معجن ولا اي حاجه. ايه لون وريحه وطعم وكل حاجه، صراحه كان تحفه ما شاء الله. كده الصينيه خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اي فيديو انزله. اللحمه انا حمرتها. الكفته انا شارياها من بره، يعني بعت لحمه تتعمل بره عشان عايزاها تتشوى على الفحم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الصينيه عجبتكم.